السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. الفيديو بتاعنا النهاردة هعمل معاكم بانيه. بصوا، يعني طعمه حكاية، عامل زي بانيه الشركات بالظبط، ويعني طريقته سهلة قوي. هسمعكم كمان مقطع للقرمشة بتاعته، ازاي الكفر بتاعه ما وقعش معاكي. بصوا، سمعتوا الكفر عامل ازاي؟ معايا بقى البانيه بتاعي. معايا هنا نص كيلو بانيه، هنزل عليهم بكوباية زبادي. معايا كيس فيجيتار، هنزل الاول كده كوبايه زبادي على نص كيلو بانيه، هنزل عليهم بحوالي معلقه كبيره خل، وهنزل عليهم كمان بمعلقه توابل بروست. وتوابل بروست دي بتتباع اصلا جاهزه دلوقتي في شركات كتير جدا بتعملها. وكمان هنزل عليهم بكيس فيجيتار او معلقتين كبار من الفيجيتار، اللي هو بقى حار او بارد اللي انت عايزه تعمليه، لان ده بيبقى متبل فبيديني طعم حلو قوي. يبقى انا نزلت هنا على البانيه بتاعنا، نزلنا عليه بمعلقه خل، النص كيلو نزلت عليه بمعلقه خل كبيره، كوبايه زبادي، معلقتين توابل البروست، وكمان نزلت عليهم بمعلقتين كبار من الفيجيتار، لكن تعمليه حار او بارد. مش هحط بقى فلفل ولا هحط بهارات. بصوا جربوا الطريقه دي، وفعلا هتلاقي البانيه طعمه عامل زي بانيه الشركات. شوفوا احلى شركه بتعمل بانيه ايه هي كطعم، وحياة ربنا طعمها احلى منها 100 الف مرة. فعلا فعلا عامل زي طعم البانيه الجاهز واحلى بكتير. معايا هنا مكعب مرقة هحطه، طبعا ده بيعزز الطعم بتاعها. ممكن تحطي مكعب مرقة فورية، او لو ما عندكيش فورية زي ما انا كده عملت، فتت المكعب ونزلت بيه على الحاجة بتاعتي. طيب انا كده حطيت التوابل بتاعتي، مفيش فلفل اسود، مفيش بهارات، مفيش اي حاجة. كل اللي انا استخدمته فيجيتار، توابل بروست، وشويه خل ومكعب مرقه. خلاص كده. طبعا الملح، الحاجات اللي انا حطيتها دي فيها ملح، فمش هضيف ملح عشان ما يكونش حادق. هنزل بقى ببيضايه، ويبقى كده الخلطه بتاعتي لما اجي اعمل البانيه مش محتاجه ان انا احط البانيه في دقيق وبعد كده احطه الاول في يعني دقيق، واعمل بعد كده بيض وبعد كده انزل في البقسماط. مش محتاجه ان اعمل الخطوه دي. هنا في مكون انا ما كانش موجود عندي، هرجع لكم تاني ليه واحطه، عشان يبقى كده التتبيله بتاعته كده جاهزه معايا. طيب اثناء بقى على بال ما اجهز التتبيله بتاعه البانيه او اسيبه يتبل شويه، هعمل شويه مكرونه. انا عملت المكرونه معاكم في القناه بكذا طريق كذا مره. يعني اللي حابب يشوفها يدخل يعمل سيرش عليها ويشوفها. انا بعمل المكرونه بتاعتي الطريقه بتاعتها دي، مش بغيرها فيها خالص يعني. جبت شويه زيت ونزلت عليهم ببصله مفرومه، كمان احط عليها سن توم، واحمر البصله بتاعتي والثوم كده ياخدوا لون كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده هنزل عليها، انا زي ما قلت هنا طبعا هتحطي الثوم، اوعي تخلي الثوم يتحرق وياك عشان ما يمررش فايدك، تبقى ما تحطهاش وتسيبيها، ايدك لازم تقلب فيها كده علشان ما تاخدش لون تغمق وتمرر لك المكرونه. انا بحب دايما اعمل المكرونه بالصلصه. طبعا اللي بيشوف القناه بتاعتي واللي شافني قبل كده وانا بعمل كذا مره مكرونه زي ما قلت، انا بحب اعملها بالصلصه، مش بحب اعملها بالطماطم. طبعا ليكي الحريه، لو انت عايزه تعملي الطماطم بدل الصلصه انت ممكن تستبدلي دي بدي، بس انا يعني كشخصيه انا بحب المكرونه بالصلصه احلى. هنزل بكميه الصلصه بتاعتي، هديها تشويحه كده عشان برضو المواد الحافظه اللي بتبقى فيها لغايه لما تسخن كده. وبعدين هنزل بقى بكوبايتين ميه، وهفكك الصلصه دي كلها لغايه لما الصلصه تبقى سايبه معايا. زي ما قلت لو انت عايزه تستخدمي طماطم براحتك اللي انت عايزاه، ولو انت بتستخدمي طماطم برضو حطي معلقتين صلصه عشان تعزز لك اللون بتاعها وتكون حلوه. طبعا تحطي صلصه تكون متصفيه. تمام كده. انا هسيبها لغايه لما تغلي بقى معايا، واحط التوابل بتاعتي ايه هي. بصوا بقى التوابل بتاعتي، انا نزلت هنا بمعلقه فلفل اسود، معلقه من 7 بهارات. يعني 7 بهارات دي كل واحد بقى بيعملها يعني بحسب التشكيله بتاعتك، البهارات بتاعتك اللي انت بتستخدميها. هنزل بمعلقه ملح، وهنزل بحوالي معلقتين سكر. تمام. كمان هحط المكون ده خل. هتقولي بحط خل في المكرونه، هقولك حطي الخل مع السكر مع البهارات مع الفلفل الاسود على المكرونه وجربي طعمها. ولو عندك كزبره ناشفه حطي كزبره ناشفه كمان. هسيبها لغايه لما تتسبك معايا زي ما انت شايفه كده. التسبيكه بتاعتها تبقى زي ما انت شايفاها كده، وهدوق طعمها بقى هنا، اشوف كده الطعم بتاعها ده كده تمام، مش محتاجه اي حاجه ولا اي اضافات. خلاص كده انا سلقت المكرونه، وهحط المكرونه بقى في الصلصه.
المكون اللي انا قلت لكم ما كانش موجود عندي لغايه لما بس اشتغلت في المكرونه، نزلت عليهم بمعلقتين دقيق. يبقى انا حطيت في تتبيله البانيه زبادي. خلينا نمشي الاول هنا واحده واحده. دي خلطه كريسبي بتتباع عند اي عطار، خلطه كنتاكي كريسبي. خدتها ضربتها في الكبه، نزلت عليها بكيس فيجيتار زي ما قلت حار او بارد كده. الخلطه بتاعتي جاهزه. طبعا الخلطه دي مش بتتباع كده عند العطار، الخلطه دي بتكون خشنه، اللي هو توابل خلطه كنتاكي. خلطه كنتاكي دي بتبقى كريسبي وبتكون خشنه، تاخديها تديها ضربه في الكبه او في المطحنه يعني، تبقى ناعمه معاكي كده. وخلاص كده هنزل بقى بالبانيه بتاعي. طبعا وانا بعمل كده انا مشغله على الزيت بتاعنا عشان يسخن، وعملت البانيه بتاعي. شايفه بصي مسك فيه الكفر بتاعه، لان هو فيه طبعا بيض وفيه دقيق، مش محتاجه ان انا اعمل كذا خطوه اللي بعملها وانا بعمل البانيه. يبقى انا كده وفرت على نفسي ان انا اشيل من الدقيق واحط في البيض وبعد كده احط في البقسماط. هي نفس الخطوه عملتها في خطوه واحده. خلاص. هنا مشغله النار على الزيت بتاعي بقى زي ما قلت. هسيب البانيه ربع ساعه او ممكن، وكتير جدا بشتغل فيه على فكره على طول. هخلص البانيه بتاعي كده واحمره، هتسمعوا الصوت بتاعه زي ما سمعتوه في اول بدايه الفيديو. هخلص الكميه بتاعتي زي ما قلت لكم، هسيبها ربع ساعه وانا بقى مشغله الزيت اثناء يعني خلاص كده. لو انت هتحمري على طول مش هيقع منك ولا اي حاجه. انا ده محمراه في وقتها. سامعين الفيديو؟ يا رب الفيديو يعجبكم. لو عجبكم ما تنسوش لايك وشير للقناه، والسلام عليكم.